بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سوف نتحدث عن ماذا يعني وهي للحقائق التاريخية والسياسية لمثلث حلايب وشلاتين ورمادة. وعايزين نتحدث أيضا عن الموقف المناور بالنسبة للنظام في السودان حول هذه القضية. وبالتالي يعني أنا حتكلم تاريخيا، في البداية حتكلم تاريخيا عن مثلث حلايب وبرمود. طيب حقوم أرجع بعد ما حتكلم تاريخيا، بعد كده حربطه سياسيا حتى إنه نقدر نقرأ الموقف الحقيقي بالنسبة للنظام من حلايب. طيب برجع لفترة الغزو الإنجليزي الثاني للسودان، واللي هو حدث في عام 1898. طيب في الفترة دي لما حصل الغزو الثاني الإنجليزي للسودان، كانت لا توجد حدود ما بين مصر والسودان، لا توجد حدود. وبالتالي بعد الغزو بسنة اللي هو في عام 1899 الإدارة المصرية قالوا يا أخي عايزين نعمل حدود جنوبية، حدود تفصل السودان من مصر. كان الاتفاق مع البريطانيين على خط العرض 22 شمال. طيب قالوا وفقا لخط العرض 22 شمال، ما هو شمال يكون مصر، وما هو جنوب يكون السودان. طيب حصل التقسيم الحدودي في عام 1899. طيب في الفترة دي لما حصل التقسيم وفقا لخط العرض 22 مع شماله مصري مع جنوبه سوداني، تقع منطقة حلايب في الشمال، شمال خط العرض 22. إذا وفقا لهذه الخريطة تكون منطقة حلايب أصبحت منطقة مصرية لا خلاف، وفقا لهذا التقسيم الحدودي في عام 1899. ولكن ما بعد ذلك بثلاث سنوات فقط اللي هو في عام 1902 الإدارة البريطانية في السودان رأت إنه التقسيم الحدودي التم قبل 3 أعوام لخط العرض 22 لن يراعي للوجود البشري في تلك المناطق، يعني تقسيم جغرافي لا يراعي للوجود البشري لتلك المناطق أو بعض المناطق. وبالتالي رأت إنه لابد لمثلث حلايب وشلاتين ورمادة أن يكون خاضعا للإدارة السودانية، وهي في تلك الفترة طبعا حتكون الإدارة البريطانية باعتبار أنها هي اللي بتدير السودان. طيب ده في عام 1902. وهنا في غرار ثاني مربوط بالمسألة، هي كانت حكمة غرارات إدارية، يعني احنا هنقول منها اثنين. الأول اللي هو إنه منطقة حلايب وشلاتين تكون خاضعة إداريا للسودان، والغرار الثاني الحث اللي احنا يعني أنا حاطر له وهو ما جزء من الموضوع، إنه كان في غرار أرسو بإنشاء كلية أردون التذكارية اللي هي ما تسمى اليوم جامعة الخرطوم. ده المربط هنا، هما الغرارين يعني. ده كله في عام 1902 قبل 114 سنة. طيب نرجع للحقيقة الثانية. طيب ده في عام 1902. طيب أنا أترسل في الشكل التاريخي أمشي لعام 1828. ماذا حدث في عام 1828؟ وحدث مهم جدا بالنسبة لمنطقة حلايب، إنه الإدارة البريطانية كانت هنالك شركة أمريكية تسمى شركة أطلس، وهي معنية برسم الخرط. يعني جيلي أنا والجيل سبقني واحتمال جيل بعدي إنه درسنا الخرائط ودرسنا الخرائط العالمية بتاعت الدول كلها من خلال الأطلس، لأنه هو معني شركة معنية أصلا برسم الخرط للدول. وكانت
تاخذ الخرق من دول الاستعمار في تلك الفتره. ولما نقول دول الاستعمار في تلك الفتره نقصد دوله بريطانيا العظمى، اسبانيا باعتبار انها مستعمر في امريكا الجنوبيه او الدول اللاتينيه، كان فرنسا في افريقيا، وايطاليا في افريقيا ايضا. ولكن بريطانيا طبعا امتدادها في اسيا، عندها دول مستعمره في اسيا مثل الهند وخلافه، وكذلك في افريقيا. طيب في عام 1828 الاداره البريطانيه ادت شركه اطلس خرطه جديده. هذه الخرطه لم تعترض عليها الاداره المصريه ابدا نهائيا، لم تعترض عليها وتحفظت عليها. في عام 1828 ادت الخرطه، واللي هي خرطه بتوضح انه منطقه مثلث حلايب، مقصود حلايب شلاتين رماده ضمن الحدود السودانيه، اي اخذت منحنى داخل شمال خط العرض 22، واللي هو كان في تعريفه الاولي في عام 1899 انه ما شماله مصر وما جنوبه السودان، ولكن لم يحصل اي احترام مصري. هذه الشركه اصدرت هذه الخرطه في عام 1000 من الاداره البريطانيه في عام 1928 ولم يحصل اي احترام مصري. طيب بعد كده هننتقل لحدث سياسي ثاني اللي هي من 28 1902 الى 28 ما في احترام على اي شيء، انه الاداره في منطقه حلايب وشلاتين ورماده سودانيه، والحكم باعتبار انه هذه المنطقه هي حجمها يقدر بحوالي 20,000 كيلومتر مربع، ولكن ما يسكن هذه المنطقه هم قبائل البشاريين والرشايده والعبد الله العبايده والعبابده. دي القبائل من شرق السودان هي ممتده بالنسبه للسودان من الشمال الشرقي، وبالنسبه لمصر اللي هو الجنوب الشرقي هي ممتده مناطق قبليه، قبائل متحركه في المنطقه دي، هي تمثل السؤال العظمى في المنطقه دي الرؤيه بتاعت الاداره البريطانيه في عام 1902 بموجبها حولت انه المنطقه تكون خاضعه اداريا للسودان بحكم القبائل او الناس الساكنين فيها. طيب في عام 56 كان استقلال السودان، وما بطبقوا بحوالي 4 سنوات اللي هي ثورة يوليو أو الثورة المصرية، جمال عبد الناصر محمد نجيب. طيب في 58 كان في حدث سياسي ربط البلدين يخص منطقة حلايب وشلاتين، اللي هو كان في مصر في 58 كان الاستفتاء الرافض. بالنسبة للسودان كان نال استقلاله يعني له عامين بس، يعني له سنتين من اخذ الاستقلال بتاعه، وكانت اول انتخابات تشريعيه برلمانيه في السودان، اللي هو تحديدا نحن نتكلم عن فتره يناير 1958. وكان السودان واضع منطقه حلايب وشلاتين ضمن الدوائر الجغرافيه الانتخابيه بالنسبه للانتخابات العامه في السودان في تلك الفتره. كان ايضا بالنسبه لمصر كانت منطقه حلايب وشلاتين ضمن الاستفتاء الرئاسي بالنسبه لجمهوريه مصر في تلك الفتره. وبالتالي اصلا المنطقه بحكم القرار 1902 البريطاني انه الاداره اداره سودانيه، الوجود هنالك الاداره والشعب الموجود هو شعب السودان، هي القبائل اللي ذكرناها، والاداره اداره سودانيه بحكم القرار 1902. طيب المصريين رسلوا وفود على اساس انه شنو؟ يجهزوا لمساله الاستفتاء الرئاسي، وفي نفس اللحظه الاداره السودانيه موجوده هناك اصلا مرتبه للانتخابات البرلمانيه الاولى في السودان. طيب في اللحظه دي كان رئيس السودان في تلك الفتره هو عبد الله خليل بيك. في شهر فبراير طوالي، يعني بعد ده كان في يناير، فبراير طوالي تقدم بشكوى لمجلس الامن ضد مصر. مجلس الامن طوالي كان عنده جلسه بتاعت اوليه حول الموضوع للنظر في الموضوع بتاع الشكوى بتاعت السودان. في اللحظه دي جمال عبد الناصر كان رسل طوالي المندوب بتاع مصر في مجلس الامن انه قال لهم يا اخي يعني احنا انسحبنا من الموضوع ده وما حيكون في استفتاء مصري رئاسي داخل منطقه حلايب وشلاتين، والموضوع ده هيحل لاحقا، اي يعلق
ولكن هو يخضع للتفاوض ما بين البلدين وسحب الموضوع. الموضوع انتهى على كده. وجرت الانتخابات، أول انتخابات برلمانية في منطقة حلايب عام 1958 اللي هي كان بعد الاستقلال بعامين. طيب انتقل. ما بعد ذاك أصلا ما في شيء لا من الحكومة المصرية ولا من السودانية، وحلايب كما هي ضمن الخط بتاع 28 هي سودانية بدون أي احترام مصري، بغض النظر عن الحدث السياسي اللي حصل في عام 1858. ما بعديه وما قبله تاني ما كان في شيء. من 1902 ما في شيء. إدارة سودانية والقبائل الموجودة قبائل سودانية، ودرجت المنطقة ضمن الخريطة السودانية في عام 1928 بواسطة الإدارة البريطانية. طيب الحدث شنو بعد ذاك؟ اتجدد شكلية الصراع والليلة نشوفه بشكله الحالي. طيب في عام 1990 سنة 90 قبل 26 سنة أو بعد تولي النظام بالشهور للسلطة، طلع قرار جمهوري مصري برسم خريطة مصر، والخريطة بتاعت مصر لأول مرة ترجع بحدود عام 1899. يعني احنا قلنا لما طلعت الخريطة عام 1928 انه دمجت حلايب ضمن الخريطة السودانية واصبحت كما معروف لا ما حصل اي احتراز مصري. نفس الحدث حصل في عام 1990 لما حسني مبارك طلع قرار الجمهوري بتاعه برسم الحدود، اصلا بدون جلوس بدون تفاوض بدون اي شيء، طلع قرار جمهوري انه يا اخي دي حدودنا ودي الخريطة بتاعتنا. ما كان في اي احتراز من الجانب السوداني رغم الوجود ورغم بعد كده بعد ما انه ما حصل شيء سنه 92 طوالي المصريين حاولوا ياخذوا الاداره بشكلها كامل، طرد ايضا موجود هناك في الاداره السودانيه الشرطه هناك طردوهم. يعني ده في عام 92 لما حللوا الجيش وما الجيش. طيب يعني السودان برضه ما كان شنو عنده الاعتراض الكبير. يعني عشان نكون كمان واضحين ونكون شنو في مصداقيه هنا. يعني الناس بيقول لك يا اخي انت حرام تحمل النظام مسؤوليه. اصلا انا بحمل النظام المسؤوليه وليه؟ انا جاي على الكلام ده، لكن اصلا دي الاحداث التاريخيه كان في حاله بتاع السلام. اول شيء في عام 90 على حسب التسريبات المصريه انه كان اصلا الخوف والحركه ذاتها تمت لانه اصلا كان عندهم هاجس من شكليه النظام في السودان وانتمائه للاخوان المسلمين، وبالتالي ممكن يزرعوا منطقه داخل العمق المصري لمنطقه حلايب وشلاتين انها تكون منطقه تعمل ضد النظام المصري بشكل واضح. طيب ده كان من حاجاته. الحاجه الثانيه في عام 95 اللي هو حصل الحدث بتاع محاوله اقتال حسني مبارك. طيب الشيء ثبت تماما في الحوارات اللي حصلت ما بعد الحدث والغضب المصري على النظام في السودان، انه واحده من الشروط بتاعت التنازل انه عشان يقفلوا الملف بتاع موضوع الاغتيال المصريين طالبوهم ما يفتحوا خشمهم ثاني مره ثانيه او يتفاوضوا او يذكروا منطقه حلايب نهائيا. وبصموا على الكلام ده، النظام بصم على الكلام ده في بعد خلفيات احداث 95 محاوله اغتياله لحسني مبارك في اثيوبيا. يبقى دي كمان ده الجانب الثاني. طيب يلا ما بعد ذاك الجد شنو؟ هي مناورات وعلى حسب الحقائق والمعطيات اللي فيها حتى موجوده انه القبائل السودانيه الموجوده في منطقه حلايب بتضغط النظام بانه يسترجع الاداره بتاعته للمنطقه. وبالتالي حتى ما نسمعه كله الجوطه الحاصله دي اصلا هم باطنين بالعشره مع المصريين بعد احداث 95 حاله اغتيال حسني مبارك انه ثاني الموضوع ما يتفتح يكون كما هو. وبالتالي ظهرت لنا الخطه الجديده اللي هي رجعت لعام هي نفس الخطه اللي صدرت في عام 1829. طيب القبائل دي بتضغط من جانبها لانه السلطه في السودان افترضت ان تسترد الاداره في منطقه حلايب. والنظام يعني كل تصريحاته وحاجاته هي الشكل بتاعت مناوره وارضاء للقبائل الموجوده في المنطقه دي. لكن السؤال هنا يعني هذا الكلام اللي داير اقوله انه النظام بناور، لانه انت
لا يمكن انه تحصد بدون ما تزرع، شيء يعني تلغائي، لا يمكن انك انت تحصد بدون ما تزرع. طيب النظام المصري صح هاي في اهمال في المنطقه، يعني بتعاقب في الادارات السودانيه لمنطقه حلايب، ولكن مع ذلك الارتباط الوجداني والوطني بالنسبه لسكان المناطق دي سوداني بحت، لغه وثقافه وحضاره، يعني هم ناس بالاصل سودانيين 100%، انتمائهم سوداني 100%. لكن داير يواصل في نهج انه يثبت الانتماء ده، وبيقدم خدماته، يعني هم محتاجين لمؤسسات صحيه، محتاجين لمؤسسات تعليميه، محتاجين لتنميه، محتاجين. طيب السودان ما تستثمر شيء نهائي، ما تستثمر شيء، خاصه في ظل النظام الحالي من سنه 90. صح هيطردوا في بعد سنتين منك، لكن اصلا هو ما حاول، اصلا ما حاول. نجي بالمقابل نشوف المصريين، يعني المصريين قبل ما يخشوا انتخابات 2010 لاول مره مناطق حلايب وهناك تخش انتخابات مصريه، هو 2010 و2011 بتاعت مجالس، وخشت ما يسموه بانتخابات السيسي وكده في 2004. طيب اصلا المصريين هسه هم بتواجدهم ما تواجد امني وعسكري وكده، لا، ولا اداري ولا، لا، المصريين يتوجدوا بشكل تنموي كامل، يعني عملوا مؤسسات تعليميه، عملوا مؤسسات صحيه، عملوا تنميه، وفروا عمل للناس، يعني حاولوا ينهضوا بالانسان الموجود في المنطقه. ده ما اصلا النظام السوداني اصلا متجاوز المنطقه دي بحكم الاتفاق الاخير بتاع 95 مع النظام المصري، وثانيا اصلا هو يعني تصريحاته، حتى التصريح بتاع الليله ده انه يا اخي نقعد للتفاوض او نلتجي لمحكمه التحكيم وكده، هو شكل بتاع مناوره لارضاء القبائل الموجوده في المنطقه دي، لانها هي بتضغط بدورها للنظام بانه يسترد الاداره السودانيه للمنطقه، لكن ما قدم. وبالتالي هذه نلقى انه سكان المنطقه ذاته بتاعها فيهم من يقول انا سوداني وفيهم من يقول انا مصري، يعني حصل لاول مره يحصل الصوتين في المنطقه، فيما هو مصري وانا سوداني. ليه؟ لانه مصر قدمت لهم ما يوفر لهم حياه كريمه، ما ينهض بانسان. ده افتقروا النظام، اصلا النظام ما داير يقدم ولا داير اصلا، تلقائيا بعد 95 حصل له الانهيار الكامل، بعد المؤامره بتاعته بتاعت حسني مبارك حصل له الانهيار الكامل، وبالتالي شنو بصم على اشياء قد يكون واعي بها وقد ما يكون واعي بها. ما يحدث الليله هو الشكل بتاع مناوره، لكن بالحقائق التاريخيه اللي ذكرناها دي اصلا، حتى يعني النظام المصري ذاته في سنه 90 لما مشى واعلن القرار الجمهوري بتاعه ده يعني ما كان في شيء يعني بيدعم في حجته في موقفه في هناك. لكن الصمت، الشيء الوحيد اللي دعم النظام المصري في القرار الجمهوري بتاع حسني مبارك سنه 90 هو الصمت السوداني، الصمت بتاع النظام. وبالتالي هذه اصبحت المشكله دي حقائق التاريخيه والسياسيه، يعني بموجبها يعني الليله لو مشينا لمحكمه التحكيم الدولي، ده شكل المناوره الاكبر للنظام، دي القراءه كده، انه لو مشينا الليله النظام المصري قال ما بتفاوض، نمشي لمجلس التحكيم، مشوا التحكيم. طيب مجلس التحكيم المصريين طرحوا جلد واحد، قالوا يا اخي ان احنا مثلا يعني يا اخي احنا عايزين استفتاء شعبي داخل المنطقه. هل النظام حيوافق على استفتاء داخل منطقه حلايب وشلاتين ورمادة؟ بالتفاصيل الهسه دي ومعطيات النظام وشكل المراوغه بتاعته والمناوره لارضاء القبائل الموجوده هناك حيوافق. لكن هل السودان حيكتب الرهان في استفتاء هنا؟ انا لا اعتقد، لانه مصر زرعت الاستفتاء بالنسبه لها حصاد، السودان ما زرع، ما عنده حصاد. يعني الليله الانسان اللي بيقدم لك انت بيقدم لك خدماته الصحيه والتعليميه، بيقدم لك التنميه، بيقدم لك تطوير انسانك انت، وانسان ثاني لا، يعني انت حتكون مع منه بالمنطق بالعقل بالتفاصيل. يعني المصريين قاعدين يزرعوا الحته دي وعايزين يحسموا الموضوع ده نهائيا،
نهائيا مش مع النظام، لانه مع النظام اصلا حاكمينه نهائيا، لكن عايزين يحسموه نهائيا مع اي